ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. واتمنى الحاجه اللي انا بقدمها تعجبكم ان شاء الله، ونكون كده سند وعون في ظهر بعض ان شاء الله. واتمنى كده الحاجه اللي بقدمها لبنوتاتي الصغيرين تفيدهم ولو بالقليل. وبرضو الكبار برضو ممكن الواحد برضو بيعدي عليه حاجه ما يكونش لسه عارفها فبيعرفها. مفيش حد بيتعلم لاخر النهايه يعني. النهارده راجعه لكم بايه؟ راجعه لكم ببصاره. البصاره دي مصريه اصيله. يعني ايه بصاره؟ هنقول يعني ايه بصاره. يعني الفول بتاعنا المدشوش، انا غسلاه ونقعاه، تنقعيه ساعه ساعتين زي ما انت عايزه. ومعايا حته فلفل صغيره لانها حاميه، ومعايا توم، ومعايا هنا بقى ايه، عود شبت، عود بقدونس، عود كزبره، ومعايا بصلايه صغيره وطماطميتين صغيرين. في ناس بتشيل الخضره دي او بتحطها معاها وبتحط معاها ملوخيه. انا ما بحطش ملوخيه، الملوخيه الناشفه. معظم الناس بتعملها بالملوخيه الناشفه. انا طبعا ما بعملهاش بالملوخيه الناشفه لان مش بحبها بيها. الخضره دي تكفي قوي قوي، وبتديك اللون الاخضر بتاعها، وبتبقى جميله جدا. اللي بيحبها بقى بالملوخيه الناشفه بيعملها بيها. بس انا بصراحه بشوف ان الخضره تكفي يعني وتغني، وبتدي قيمه غذائيه مع الملوخيه لو انت عايزه. وبرده بتدي قيمه غذائيه لوحدها اللي هي الخضره، وبتخلي لها ريحه وبتخلي لها نفس. تمام كده، انا قلت المقادير اهيت. فاحنا كده هنعمل ايه تاني؟ كل اللي في الطبق ده، كل ده هنحطه في حله ونحط عليه حبه ميه صغيرين مش كتار، يعني يا دوبك على وش الحاجات دي، المقادير دي كلها. مش تعومي بقى البتاع دوت الحاجه دي ميه، لانها لو عامت معاكي ميه هتبقى مش بتربط. لان احنا طبعا مش بنحط الفول، مش بنحط له حاجه، ولا بنحط له دقيق، ولا بنحط له نشا. ما فيش حاجه هتربطه غير ان انتي تحاسبي مقدار الميه بس. لان هي كده كده الفول بيتقل مع نفسه، بس لو عملتي عليه الميه هيصيص منك، هيبقى مرق يعني، هيبقى زي الشوربه كده، مش هينفع معاكي، مش هتقدري تعالجيه. اما الميه تكون قليله، ولو احتاجت في السوا ولقيتي الفول ما استواش ممكن تحطي حبه بحبه. فانا كده بقول لكم ان احنا كده هنحط كل المقادير الجميله الحلوه دي على النار، تستوي خالص خالص خالص، وتنهري جدا جدا، عشان هنضربها في الخلاط او الهاند بلندر وما تتصفاش. الحاجه دي ما بتتصفاش، بتحط زي ما هي كده. وهنحط معاها حبه كمون وحبه فلفل، وهنحط معاها بصل على الوش. ولما اما تخلص وتستوي هوريها لكم ان شاء الله حبايبي. يا حبايبي بصوا، حطيتها في الحله اهي. مقدار الميه زي ما انتم شايفين اهو، مش كتير، على حسب بقى الكميه اللي انت حطاها، زي ما انتم شايفين كده اهي. ماشي، هتغلي وتستوي كويس جدا جدا، والحاجات دي كلها تنهري مع بعض، وبعد كده نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. يا حبايبي البصاره زي ما انتم شايفين هي استوت خالص اهي. شايفين الفول انهرى ازاي اهو، وكل حاجه فيها انهرت اهي. هسيبها بقى لما تبرد شويه، وبعد كده اضربها في الخلاط. وهي ما بتصفاش على فكره، البصاره مش بتتصفى خالص. ماشي، اضربها في الخلاط وارجع لكم. حبايبي الحله ديت اللي انا مسويه فيها البصاره، وادي اهو انا ضربتها في الخلاط اهي زي ما انتم شايفين اهي، في نفس الحله. ما بتتصفاش يا جماعه، مش بتتصفى خالص، زي ما انتم شايفين اهي، مضروبه في الخلاط كويس جدا. ماشي، وبعد كده بنحط عليها حبة ملح، حبة كمون، حبة كزبرة. ما بتحطيش عليها فلفل عشان الفلفل ما يسودهاش، وتبقى معاكي زي الفل كده. تسيبيها تغلي شوية على النار لحد ما تدخن معاكي، وبعد كده تغرفيها في الاطباق، وهنشوف هنعمل ايه تاني فيها. حبايبي رجعت لكم تاني بعد البصارة ما خلصت هي زي ما انتم شايفين. بعد ما بتخلصيها وتضربيها في الخلاط، بتعبيها بقى في الاطباق او زي ما انت عايزه، وبعد كده بتسيبها تبرد خالص عشان تدخن بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي اهي.
وبعد كده بتحمري البصل وبتحطي عليها. لو حطيتيه عليها وانت لسه وهي لسه ما ربطتش معاكي، هتسقط معاكي في قلب الحاجه اللي انت حطاها فيها زي ما انت شايفه كده. ومعانا طبعا حبه مخلل مشكل اهو زي ما انتم شايفين، لفت وليمون وبدنجان. بصراحه طبق جميل جدا جدا، والبصاره دي معروفه ان هي مصريه اصيله وتحفه، بس معظم الناس مش بتحبها يعني. اهو زي ما انتم شايفين كده. يا ريت تجربوها بطريقتي وتقولي لي رايكم ايه، ويا ريت نتواصل مع بعض في الكومنتات اذا كانت الطريقه بتاعتي بتعجبكم ولا لا. واللي جرب حاجه يا ريت يقول لي. واتمنى ان نجربوا البصاره بصراحه من غير الملوخيه، زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا اهي. والحبه الطماطم اللي احنا حطيناهم كمان جميله جدا جدا، واتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي رايكم. حبايب مطبخ عزة واكلاتها المصريه، اشوفكم على خير حبايبي، مع السلامه.